اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحشتوني جدا جدا جدا. لو اول مره تشوفوني انا اسمي فاطمه، متنسوش تتابعوني وتشتركوا في القناه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. بصوا بقى، انا صحيت على المنظر ده، لقيت جوزي مطلع السمك من الفريزر، لا وكمان سايح، وان انا المفروض هطبخ سمك النهارده وانا كنتش عامله حسابي على كده خالص. فيلا بينا بقى نشوف يومنا هيمشي ازاي وهنعمل ايه. انا طلعت بدنجانية كبيرة كده شويتها في الفرن علشان اعمل بابا غنوج. اما السمك بقى، هو انا كان متنضف يعني عند الراجل وجاهز مفيهوش اي حاجة، بس انا لازم اعيد عليه قبل ما ابتدي ان انا اطبخ. بس بشطفه تحت المية كده، ولو في حاجة زوايد تتشال. الديل بتاعه ده انا بحب اقصه ان انا اشيله خالص يعني. وبشطفه كده شطفة خفيفة بالمية. تنسوش وانتوا بتتفرجوا دلوقتي تحطولي اللايك الجميل وتقولولي رأيكم في الكومنتات. كومنتاتكم بتفرق معايا جدا. بس انا بقى بالنسبه لي اليوم كان يعني الى حد ما كان مترتب شويه بسبب حاجات، ان انا معظم الحاجات كانت اساسا جاهزه وموجوده. فانا اساسا لقيت الحاجه مترتبه كده على رخامه، كل حاجه موجوده وجاهزه وكل حاجه ناقصه هو كان واخد باله منها وكان كمان شاريها ومجهزها. هي المشكله بس كانت في ان انا صاحيه متاخر وما كانش فاضل غير نص ساعه او ساعه على الغدا. حتى انا ما فطرتش وقلت هتغدى على طول. انا بقى تعالوا دلوقتي نعمل مع بعض الخلطة او التتبيلة اللي انا بحب اعملها للسمك وبعتمدها بتبقى طعمها تحفة. انا بجيب التوم العادي، بحط كمية محترمة كده ومعاها العروق بتاعة التوم اللي انا كنت بفرمها واخزنها معاكم. العروق الخضرا ديت برضو بحط منها كمية كويسة جدا. وطبعا ملح وكمون، وكتري من الخل او الليمون على قد ما تقدري. وانا هنا لسه ما هكمل يعني. هبشر معاهم جزرايه. تقلبي كل الكلام ده مع بعض وتحاولي تدخلي التتبيله في كل جزء من اجزاء السمك. تاني حاجه بتفرق معايا ان انا كل سمكه لازم اديها فتحه من على كل جنب. يعني فتحه من الوش وفتحه من الظهر، بتفرق معايا جدا في السوا وفي التتبيله. لو مشيتي على التريكات اللي انا بحكي فيها دلوقتي هتلاقي السمك يطلع معاكي طعمه تحفه وتحديقه مظبوط، والسوا كمان بتاعه يبقى حلو قوي. بحس ان القشره بتاعته من بره كده بتبقى مقرمشه، ومن جوه بيبقى اللحم بتاعه طري ومستوي وما فيهوش اي مشكله، بيبقى طعمه تحفه. اهو انا هنا بقى هبشر جزرايه واحده مش اكتر، البشر الناعم. قلبي بقى كل الكلام ده مع بعض وابتدي ان انتي احشي بيه السمك. في كل حته من السمكه لازم تبقى وصلها التتبيله. انا زودت شويه ملح كده علشان السمك ما يبقاش عايده. يلا بينا بقى نحشي السمك. زي ما قلتلكوا كتروا من التتبيله ديت، خليها تبقى واصله لكل جزء من السمك. خلي كده فيها من جوه كمان من البطن حبه محترمين، لان التتبيله دي هي اللي بتبقى الاساس في طعم السمك واللي بتودي طعم السمك في حته تانية. هبتدي بقى ان انا اكمل بقيه الكميه كلها بنفس الطريقه اللي انا قايله لكم عليها. لازم احط في البطن كتير وكمان في الفتحات، بيفرق جدا في طعم اللحم بتاع السمك. انا هنا كنت عايزه انجز بسرعه علشان انا كان فاضل لي حاجات كتير ما عملتهاش في البيت، لان انا بروق علشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين طبعا. وعلشان كنت ورايا كذا مشوار، فانا كنت مستعجله جدا جدا في الوقت ده، وانا بصراحه ما كنتش ناويه ان انا هعمل سمك خالص النهارده. بس النصيب، والحمد لله كان طعمه تحفة واليوم عدى بخير وسلام. ولازم يعني يكون في دماغنا على طول حسن الظن بالله، وان ربنا بيساعدنا في كل حاجة. دايما في الوقت اللي انا بحس ان انا مضغوطة ومتوترة وان انا ما عنديش وقت ان انا اخلص الحاجة وان انا اتزنقت في الوقت، آم، يعني ربنا بيقف معايا في الوقت دوت، وبحس ان كل حاجة عدت بسهولة كده انا ما بقاش متخيلها بصراحة. هنا بقى يلا بينا نعمل السلطة. الحاجة الأساسية عندي في السلطة طبعا الطماطم والخيار والجزر، بحب أحط جزر وجرجير. وأنا لقيت جوزي جايب كمان بقدونس بيحب يحطه علشان حرق الدهون. طبعا احنا ناكل رز وناكل سمك وناكل أي زيوت وكده، بس لازم نحط البقدونس اللي يحرق لنا الدهون بقى في بقية الأكل ده كله. فانا هنا ببشر الخيار، لان انا في اخر فتره لما بشرته لقيت طعمه حلو جدا في السلطه، احسن كمان ما بقطعه قطع صغيره يعني. فانا هنا بشرت الخيار وبشرت الجزر وقطعت الطماطم، وكمان هقطع الجرجير والبقدونس. بس لو هتلاحظوا ان انا البقدونس ده هحطه في حاجه لوحده، لان انا ما بحبش طعم البقدونس في السلطه خالص. وكمان قطعت معاهم بصل اخضر، لقيته طعمه حلو جدا جدا في السلطه. هنا بقى تعالوا نعمل البابا غنوج بتاعنا. البدنجانيه اللي انا كنت شويها
ابتديت ان انا اقشرها. لما بتتشوي في الفرن القشره بتاعتها بتطلع كده وبتبقى سهله جدا انك تقشريها. بعد كده جبت الهراسه اليدويه ديت وابتديت ان انا اهرسه بحيث ان هو يكون قوامه سلس معايا كده، واحط عليه طحينه وملح وكمون وخل وشويه زيت صغيرين كده، وابتدي اقلبيهم مع بعض والدنيا هتبقى تمام معايا قوي. غسلت الرز غسله محترمه، انا عملت في حدود نص كيلو رز كده. غسلته وسبته على جنب بقى لحد ما اعمل البصله بتاعته. هعمل رز صياديه النهارده طبعا جنب السمك. جبت بقى الحله بتاعتي غسلتها كده وحطيت فيها بصل من اللي انا ببقى مخزناه. هي دي التركات اللي بتفرق معايا، مش لسه بقى هقعد اقطع في بصل واقشر في توم واعمله. الحاجات دي بتسهل عليا اليوم جدا. بس البصله تفك وحطيت عليها الزيت وقلبتهم مع بعض بحيث ان البصل يكون محمر جدا 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 عشان يديني لون الرز الغامق اللي احنا بنشوفه هنا. بقى زي ما قلت لكم البابا غنوج انا حطيت عليه توم وملح وكمون وخل وطحينه، وابتديت ان انا اقلبهم مع بعض كده لحد ما يندمجوا مع بعض خالص. وهتحسي بقى ان اللون بتاع البابا غنوج يفتح خالص معاكي، يبقى هو كده تمام وجاهز معايا. هنا البصل خلاص بقى ابتدى ان هو يتحمر معايا، فاديته تقلبتين كده لحد ما لونه يغمق زي ما انتوا شايفين كده علشان يديني لون الرز غامق. هنا بقى في الوقت ده ببتدي ان انا انزل بالميه واسيبها لحد ما تغلي مع بعض. بعد كده هنزل بالرز. انا سبت الميه هنا تغلي وتعالوا نحط السمك في الدقيق علشان خلاص انا ما بقاش عندي وقت. انا كنت المفروض ان انا هحطه في الدقيق واركنه على جنب لحد ميعاد ان انا اللي هقليه فيه يعني، بس ما لقيتش عندي وقت. لقيت ان انا المفروض احمره على طول. ولو لسه بتشوفوا الفيديو لحد دلوقتي ما تنسوش تصلوا على النبي وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، واللي لسه ما اشتركش في القناة بسرعة تروحوا تشتركوا في القناة. هنا كنت خلاص بقى حطيت كل كمية السمك او معظم كمية السمك في الدقيق وخلاص ما فضلش غير واحدة، وهبتدي احمر لان خلاص زي ما قلت لكم ما كانش عندي وقت خالص. اعتقد ان كده كل حاجة ابتدت تكون جاهزة، الدنيا ابتدت تبان معالمها شوية. هنا خلاص المية غليت مع البصل وهبتدي بقى ان انا انزل بالرز. اديتهم تقلبتين كده مع بعض وزي ما انتوا شايفين اللون الغامق ده هو اللون اللي هيطلع لي بيه الرز في الاخر. ابتديت بقى ان انا هنا هحمر السمك خلاص. عايزه اقول لكم برضو على حاجه هتفرق معاكم جدا، وهي لما تيجوا تحمروا السمك لازم النار تكون عاليه جدا. يعني ما نحطش السمك ونوطي عليه، لا، ده اللي بيخليه مقرمش من بره ومستوي من جوه. النار تكون عاليه والزيت يكون مش قليل. كده خلاص كل حاجة ابتدت ان هي تكون جاهزة معايا، او خلاص كل حاجة فعلا جهزت. الرز زي ما انتوا شايفين طالع تحفة ومفلفل مش معجن ولا اي حاجة، مش ناقص بس غير ان انتوا تدوقوه. وبس كده اليوم عدى بخير وسلام وكل حاجة كانت جاهزة وفي ميعادها وقبل ميعادها كمان. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واتمنى كمان تقولولي رأيكم في الكومنتات.